أرجوكم احترام وجهة النظر، أرجوكم احترام وجهة النظر المخالفة، أرجوكم احترام وجهة النظر المخالفة، وكل واحد له رأي مخالف هيعبر عنه. اتفضلوا. الكلمة الآن للدكتور علاء الأسواني. لحظة المطلوب لحظة هل المطلوب من فضلكم اسمعوني. يا جماعة لو سمحت، هل المطلوب مش كل واحد يعبر عن رأيه؟ ماشي، مش كل واحد يعبر عن رأيه؟ طيب ده رأي الأستاذ أحمد الناقد، نحترمه ولا ما نحترموش؟ نحترم رأيه. أنا مختلف معاه، نحترم رأيه. مش معقولة. هل مطلوب إن إحنا نقول نفس الرأي اللي أنتوا عايزينه؟ ده رأيه هو حر في رأيه. يعني انا مش فاهم انت ايه جاي لو سمحتوا، ده رأيه شخصي، نزل الهدوء لو سمحتوا. هناك يا جماعة لو سمحتوا نسمع الرأي والرأي الآخر. هنا حرية، اللي ليه رأي مخالف يحتفظ بيه ويعبر عنه. جماعة لو سمحتوا اسمعوني، من فضلكم اسمعوني. الندوة دي هتتعمل وغير مسموح بأي تفويض في الندوة دي. الندوة هتتعمل لأي حد متصور إن الندوة هتبوظ مش هيحصل. الندوة هتتعمل. من فضلكم نحترم رأي بعض، والشباب اللي رافض كلام أحمد هيفضل يعبر عن رأيه. من فضلكم الندوة لازم تنجح وهتتعمل. لو سمحتوا خلاص اتفضل يا باشمهندس. يا زملاء لو سمحتوا لو مش هنحترم رأي بعض يبقى مفيش ندوات ومفيش أي حاجة بعد كده. ما ينفعش. الثورة دي قامت من أجل الحرية. اتفضل يا دكتور. يا جماعة يا اخوانا لو سمحتوا، هناك ناس مدسوسة لإفساد هذه الندوة. يا اخوانا لو سمحت، اولا رأيي انا الشخصي ان هذه ثورة شعب مصر، ثورة شعبية مصرية عظيمة اشترك فيها كل المصريين. بدأها الشباب الذين لولاهم لم تكن هذه الثورة، ثم انضم إليها كل طوائف الشعب المصري. الدكتور البرادعي قام بدور كما قام به آخرون من فترة طويلة جدا. الدكتور عبد الكريم مصطفى قام بدور، دكتور عبد الحليم قنديل قام بدور، كل واحد، إبراهيم عيسى قام بدور، كل إنسان في مصر قام بدور.
والدكتور البلدي قام بدور مثل الاخرين. دي وجهه نظري. هذه الثوره ستظل ثوره الشعب المصري مع الاحترام الكامل للدكتور البلدي.